السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم في وصفة جديدة من وصفات قناة أنا ومامتي. يا رب يا جماعة الوصفات تكون بسطاكوا أو بتضيف لكم أي معلومة جديدة أو إفادة. ويا ريت لو حاجة بسطتكم أو جربتوها ونفعت، يعني يا ريت تقولوا لي في الكومنتات وتشيروا علشان الفايدة تعم مع الكل. يعني النهارده هنعمل أكلة حلوة إن شاء الله، يا رب تنول إعجابكم، وهي الفراخ المحشية. الفراخ المحشية في ناس بتعملها محشي عادي برز بالبصل، وفي ناس بتعملها رز بالبصل بالكبد والقوانص، وفي ناس بتعملها بالفريك نفس نظام الحمام. ودلوقتي المستجد ان في ناس بتعملها بالشوفان. انا يعني بصراحه ملياش قوي في الفرخة المحشية شوفان، مش حاسة طعمها أحسن حاجة. لكن مفيش أحسن من الحاجات التقليدية بتاعتنا. أنا النهاردة هعمل الفرخة المحشية برز وبصل بس من غير كبد وقوانص. إن شاء الله مرة اللي جاية أعملها لكم بالكبد والقوانص. معانا هنا هوت دي كوبايتين رز مغسول مش منقوع، رز عادي مصري، وبصلة متوسطة متقطعة. وهنبتدي الاول ونفرخه. الفرخه حجمها كيلو ونص. فرخه حجمها كيلو ونص بتاخد قصادها كوبايتين رز، لان احنا بنحشي جوه وبنحشي ما بين الجلد واللحم زي ما هنشوف مع بعض. دلوقتي هنسوي الرز نص تسويه علشان نحشي بيه الفرخه ونلاقيه في النهايه مستوي كويس جدا. هنسوي الرز. هو احنا كده هنعمل اهي الحله اللي هنشتغل فيها. بسم الله. انا مش هعملها باي نوع من انواع الماده الدهنيه سواء زيت او سمنه، يعني عامه الفراخ بتبقى دسمه يعني، فهخليها كده خفيفه ومنها فيها. هنقلب كده ده على ده، وهنحط عليها كوبايه ميه واحده بس ونعلق عليها. واول ما تبتدي تغلي هنوطي التوطيط سوى الرز العاديه، وهنسيبها 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة حسب قوة العين بتاعتك. وبعد كده هوت نبتدي نبردها زي ما هنشوف مع بعض. هسويها ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي بعد ما الرز استوى نص سوا وبردته كده شوية عشان اعرف امسكه واحشي بيه، جبنا الفرخة طبعا شطفينها كويس بالمية والملح والليمون. بسم الله. ونبتدي نحشي. نسلك بايدنا كده ما بين الجلد واللحم. بسم الله. شايفين زي ما كده، زي ما انتم شايفين قدامكم اهو كده بالمنظر ده، على اساس نحشي اكبر جزئيه ممكنه. شايفين؟ بسم الله. تلاقي كده ما شاء الله الفرخه كده ايه، حلوت كده وزقلطت وبقت كبيره وحلوه. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. ويبقى الرز انا مش عارفه اخد من النص علشان خاطر مولع، فهاخد من على الوش كده. هتلاقوا الرز خد وده من ايه، من طعم الفراخ، وكذلك لحمه الفراخ نفسها اخدت ودت من طعم الرز بالبصل. بسم الله.
هنقفلها بحاجه من الاتنين، لا بخله زي ما انت متعوده تقفلي الحمام، لا اما بخله اللي هي خله السنان او بتاعه الشيش، او بابره وفتله. انا اي حاجه يعني، لو عندك خله تمام، ما عندكيش هاتي اي ابره او فتله، مفيش بيت بيخلي منهم، و خيطي على طول، اشتغلي على طول، تاخد مفيش كام غرزه كده وتبقى اتقفلت وزي الفل، عشان الرز ما يطلعش بره في ميه السليق. هخلص وارجع لكم. دلوقتي بعد ما حشيناها، انا خيطتها من تحت وربطتها. طبعا احنا مش بنتفسها جامد علشان خاطر الجلد ما يفرقعش. وطبعا احنا عارفين ان جلد الفراخ بيبقى اتخن من جلد الحمام. والمفروض ان احنا كنا بنكتفها تبقى بالمنظر دوت، بتخش هنا اهو، بس يعني هي جايه الراجل قاطعها لي، ما تكتفتش للاسف. لكن هي طبعا المنظر المعتاد بتبقى بالمنظر ده كده، دي مع دي بتتكتف كده. ماشي تمام. هنحطها ميه اهي مغليه، فيها البصل، ورق لورا، وملح وفلفل وحبهان. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نغطيها ونسيبها تستوي وارجع لكم. ده كده اهو يا جماعه شكلها بعد ما اتحمرت. وممكن برضو تحطوها في الفرن بحبه كاتشب بملح وفلفل، وتدهنوها بالفرشه، وممكن تتحمر كده. طبعا لو انتم شايفين فتحت، بس هي الفراخ زي غير الحمام، يعني الفراخ بتحتفظ بالرز حتى لو الجلد بتاعها اتقطع. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله.